صباح الخير على عيونكم، صباح العسل. عاملين ايه؟ مساء النور، مساء جميل حسب التوقيت اللي بتتفرجوا على الفيديو عليه. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبألف خير. النهاردة يوم جديد وفيديو بسيط، وحابة أشكر كل اللي شرفني ونورني في القناة دي خارج مصر وداخل مصر. أهلا وسهلا بيكم. يوم جديد وفيديو بسيط النهاردة، وحبيت أشارككم يومي أعمل التونة. بصوا، ده المحل اللي أنا صورت فيه قبل كده، ده محل حلقة سمك. كنت عايزة أشتري سمك تونة وما لقيتش الكبير، ما لقيتش غير الصغير. اهو ده سمك التونة ب130 جنيه. المحل دوت بيجيب حاجة سمك بحر وسمك طازة، اهو زي ما انتوا شايفين كده. فانا كنت محتاجة سمك كبير، ما لقيتش كبير خالص، فجبت 3 سمكات اهما. الكيلو ب130 جنيه. اهو هاخده بقى، اغسله وانضفه كويس جدا، وبعدين ارجع لكم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، في الأولين وفي الآخرين يا رب العالمين. بصوا، كمان جبت سمك بولتي اهو. السمك عنده طازة وحلو وكل حاجته بصراحة بيجيبها طازة، بس ده مش موضوعنا، خلينا في التونة. غسلت السمك كويس قوي ونضفته وفتحته كده اهو. شلت كل الأحشاء بتاعته ونضفته كويس جدا، وملح وليمون وكده اهو. بصوا شكله بقى بالشكل ده كده. هنعمل ايه بقى؟ عندي حلة على النار، هحط فيها ايه عندي حلة على النار، هحط عليها فلفل حصى، فلفل اسمر حصى، وورقتين لورا مغسولين ومحطوطين، وعندي كمون وبصلة صغننة مقطعة 4 تربع، وتوم. المفروض توم فريش، بس انا مش عندي توم فريش، انا عندي مفروم. وعندي طبعا ليمون. اول حاجة هنعمل ايه؟ المية هنحط على النار، ولما تغلي انزل فيها ورقتين اللورة، تبدأ في الغليان كده، والفلفل الاسمر الحصى والبصلاية والثوم والكمون والثوم والكمون والفلفل الاسمر اهو، والملح بالشكل ده كده. وبعدين ياخدوا غلوة عشان المية يبقى تاخد من طعم البهارات، الفلفل الاسمر والكمون والبصل، وتاخد الطعم ده كله. وبعدين هنزل فيها سمك التونة. بصوا، عصر الليمون كده، سمك يعني ليمون وثوم، عشان اي سمك بيبقى روحه الثوم والكمون وليمون طبعا. بصوا المية هنا بدأت تغلي، هنزل بالسمك اللي احنا نضفناه. هو لو كان كبير كان هيبقى افضل، بس ما لقيتش للأسف. اهو هنزل بيها كده، يا دوبك تاخد تقليبة مش كتير عشان ما يتهراش، ما حطوش كتير في المية علشان ما يتهراش. ياخد تقليبة كده واطلعه. ماشي اهو. هنا كان في ريم على المية، بدأت اشيله واقلب فيه كده واحدة واحدة اهو. القشرة الفضي دي هتتشال بسهولة جدا، بيتشال بسهولة وبيتنضف بسهولة بعد ما خرج من المية دي. طبعا مش هرميها، هسيبها لما تبرد، علشان دي هحتفظ دي اللي بتحتفظ بالسمك. بصوا القشرة الفضي ديت بتطلع ازاي بسهولة اهو. بصوا السمك بقى نضيفه زي الفل ازاي، ما خدش وقت خالص على النار. بشيل الشوك بتاعه كده اهو وانضفه
بكل سهولة اهو. بليز لو تكرمتم، لو وصلتوا لحد هنا، لو سمحتم ما تنسونيش في اللايك، وكل اللي يكتب لي كومنت حلو او كلمة حلوة لكم بالمثل والزيادة اهو. لو سمحتم علشان الفيديو ما يقعش، لو تكرمتم عشان ده بيأثر على القناة اهو. بصوا بدأت انضفه كده بكل سهولة اهو. بصوا بيطلع بسهولة ازاي، والقشرة الفضي بتاعته بقت تطلع اهوت بكل سهولة اهو. بدأت انضفه كده واخليه، اللي هو حطيته في الطبق دوت. وطبعا هنحتفظ بيه في برطمان، ويفضل يكون برطمان ازاز عشان ما يتفاعلش يعني البلاستيك مع الاكل. انا بحب البرطمانات الازاز. بصوا بدأ ينضف ازاي. القشرة الفضية بتاعته ديت بتطلع بكل سهولة. بحرف السكينة كده بقيت اقشره بالراحة وبقيت اقشر اهو اهو. ايه رأيكم؟ مستنية كومنتاتكم الحلوة اللي بتشجعني وتخليني اتحمس اكتر وانزل فيديوهات اكتر اهو. بصوا وخلصت الكمية كلها اهوت زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا شكلها عملت ازاي. هجيب برطمان بقى اهو مغسول ومتنضف كويس ومتعقم، واجيب قطعة كده. اجيب قطعة كده بالشكل ده واحطها كده في البرطمان. وطبعا المية السلق اللي احنا سلقنا فيها السمك مش هرميها بعد ما بردت. باخد كوباية كده اهو واحطها في البرطمان عشان دي هتبقى مادة حافظة. واحط حبة زيت، وطبعا ليمون وملح وحبة خل اهو، وعصرة ليمونة. بصوا انا شايلة منها البذر الليمونة علشان خاطر ما تمررش اهو بالشكل ده كده اهو. وهقفل البرطمان كويس جدا. الليمون بيديله طعم حلو جدا. وهقفل البرطمان كويس قوي اهو، وارجه كده يمين وشمال علشان خاطر كله يندمج كده مع بعضه اهو. بصوا شكله. وهشيله في الرف بتاع التلاجة. مستنية آرائكم ومستنية تعليقاتكم. بصوا شكله بعد ما طلع حاجة زي الفل. ايه رأيكم؟ والله العظيم بأمانة طلعت زي الفل. مستنية آرائكم وتعليقاتكم، ويا رب فيديوهاتي تعجبكم. وما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب. بحبكم في الله، وإن شاء الله استنوني في فيديوهات تانية.